السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقبل ما نبدأ حكايتنا وزي ما تعودنا مع بعض نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه أفضل الصلاة والسلام على رسول الله. صاحبة الحكاية بتقول أنا اتجوزت جوزي 11 سنة ما خلفتش، واتجوزت أخوه خلفت منه من أول شهر جواز. اسمعوا معايا الحكاية للنهاية كده، بس ما تنسوش فضلا وليس أمرا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم مننا كل فيديو جديد إشعار بيه وقت ما ننزله إن شاء الله، وتعليق حلو كده من قلوبكم ولايكات كتير وشير. صاحبة الحكاية بتقول أنا خدت جوزي عن حب وقعدنا مع بعض 11 سنة متجوزين ما بنخلفش. كانت المشكلة عنده وكان هو مداري عليا، وكان بيقول ان دايما انا ساخ سليم ومفيش مني اي مشكله، العيب منك. وكل ما اقول له تعالى نروح نكشف انا وانت ونشوف تحليلات او نشوف اي دكتور يعمل لنا مثلا طفل انابيب او كده، يقول لي انا ساخ سليم شوفي نفسك انت، العيب منك. لغايه ما في يوم لقيت اخوه كان لسه عازب وعايش معايا في بيت العيله، عمال يشاغلني بصراحه غصب عني، انا اتعلقت بيه. كان دايما بيهتم بيا وكنت بحس دايما ان هو معجب بيا، وكان دايما اسلوبه معايا حلو جدا. وكان جوزي صعب معايا وكان دايما عصبي وكان دايما سريع الغضب وبيضرب وبيشتم. وكان اخوه في الوقت ده واقف جنبي وكان دايما نصفني وكان دايما يقول له راعي ربنا فيها. ودايما كان جوزي يحسسني بالنقص ان انا اللي عيب مني، لغايه ما رحت لدكتوره نسا وقلت لها اكدي لي انا في عيب ولا لا، ولو استدعى الامر ان انا اعمل اشعه صبغه اعملها لي، مفيش اي مشكله هتحملها، بس اعرف اذا كان فعلا العيب مني زي ما جوزي بيقول ولا العيب منه. انا بقالي دلوقتي 11 سنه ما بخلفش ومش عارفه العيب منين بالظبط، وكل ما اكشف الدكتوره تقول لي انت ساخ سليم وهو مش راضي يحلل. في الوقت الدكتور عملت لي فحوصات وكشوفات واشعاعات، قالت لي انت ما عندكيش اي مشكله. قلت لها طب ممكن اعمل اشاعه بالصبغه وتدي لي النتيجه عشان اقدر اواجهه بيها. المهم عملت لي اشعه بالصبغه وقالت لي ما شاء الله انت ساخ سليم، ما فيش اي مشكله فيكي ولا اي عيب، هو العيب منه هو اكيد. المهم خدت الاشعه والنتيجه ورحت ليه وقلت له الدكتوره بتقول لي ان انت ساخ سليم وعندك التبويض عالي، مشكله من عندك انت ليه بتحط عيبك فيا ودايما محسسني بالنقص ودايما بتعاملني وحش ومحسسني ان انا اللي عندي العيب، ما تيجي نكشف وطمن على نفسك ولو كان في اي مشكله اكيد لها حل. قال لي بصي انا واثق من نفسي وعارف ان انا ساخ سليم، تخلفي ما تخلفيش انا مش عايز حاجه بيني وبينك تربطني، لو مش عاجبك بالسلامه في 60 داهيه اتطلقي. المهم في الوقت ده بعد عذاب 11 سنة وبهدلة وكنت عايشة في العيلة، أنا كنت عايشة بالنسبة له خدامة باللوم وكان بيعاملني معاملة صعبة جدا. بس بصراحة شهادة لله كان أخوه يعني مهتم بيا وكان لافت يعني نظري ليه وغصب عني، وده كان شيء لا ارادي ان انا اتعلقت بيه. ساعه ما جوزي قال لي لو مش عاجبك الحال اتطلقوا، قلت له اي طلقني وربنا يسهل لك ويسهل لي خالص. المهم فعلا طلقنا وخدت حاجتي كامله وفعلا نقلت بيت اهلي. وبعد كده بدأ اخوه يتكلم معايا وانا اتكلم معاه، ما احنا كنا برضو معجبين ببعض بس ما كناش قادرين نصرح لبعض وش الوش كده او وجه الوجه. كنا برضو عاملين حساب ان انا ست متجوزه وان برضو جوزي ده يعتبر اخوه، ما ينفعش ان هو يعني يتعدى الحدود مع مرات اخوه. بس بعد ما اتطلقت لقيته بيكلمني بيقول لي انا بحبك وعايزه اتجوزك وايه المانع ان احنا نرتبط، مش اخويا خلاص طلقك. قلت له وانا برضو ببادلك نفس الشعور وعايزه اتجوزك وده يوم المنى. المهم انا وافقت على طلبه ان هو يتجوزني، بس بصراحه اهله كانوا رافضين جدا عشان خاطر ابنهم الكبير، وانا اهلي كانوا رافضين برضو عشان خاطر المشاكل، وكانوا دايما بيقولوا لي انت هتعملي حرب في العيله وهتعملي مجزره والاخوات هيخسروا بعض وانت مش هترتاحي، وعنده استعداد يتجوزك جواز نزوه كده وبعد كده يرميكي ويطلقك عشان يرضى اخوه، ما هو مش هيخسر اخوه عشان خاطرك، فبلاها الجوازه دي يا بنتي وبلاش تتجوزيه. انا صممت وقلت لازم ان انا اتجوز الانسان اللي انا ارتحت له وما فرقش معايا اذا كان اخوه ولا مش اخوه، مشيت ورا عواطفي ورا قلبي. وفعلا وافقت بيه وخدنا سكن بعيد واتجوزنا ودخلت على حاجتي اللي انا خدتها من جوزي الاولاني اللي هو يعتبر اخوه واتجوزنا. اول ما اتجوزنا سبحان الله انا دخلت من هنا ما فيش الشهر الاولاني الشهر الثاني كنت حامل في 2 توأم. طبعا قرايب جوزي لما عرفوا طبعا عشان خاطر ابنهم الكبير كانوا بيحاربوني وكانوا دايما يعني يزقوا جوزي عليا ويقولوا لي تخسر اخوك عشان خاطر
واحده زي ديت لو كان لها خير في اخوك ما كانتش سابته واتجوزتك انت هتخسروا بعض بسببها. الحريم هيوصلك، مراتك ده هتوصلك انت واخوك هتبقى في مجزره، وهتبقى مشكلتكم للدم. اخوك متضايق وتعبان من يوم ما انت اتجوزت طليقته، سيبها وخيرها في غيرها يا عم، احنا مش عايزين منها حاجه. قام ردد عليهم وقال لهم انا ما اقدرش اسيب مراتي اللي بحبها، انا خلاص مراتي حامل وحامل في توأم. المهم كمل معايا حياته، وفوجئت بعد كده ان اخوه رايح يتجوز واحده يعني كانت متجوزه قبل كده وقعد معاها سنتين وما خلفش. ساعتها اهله عرفوا ان العيب منه، وساعتها اعترف ان هو عقيم ما بينجبش ولا بيخلف خالص، رغم ان كان موصل لي 11 سنه اللي انا عشتهم معاه ان هو كان بيخلف. بس حصلت مشكله بعد كده ان الاخوات اتصالحوا مع بعض، ولقيت طليقي بيكلم اخوه في يوم بيقول له يا عم الجواز اسمه نصيب، ومش مشكله ان انت خدت انسانه في يوم من الايام كانت مراتي، ما انا سايبها برغبتي، وانت في الاول في الاخر اخويا، وعيالك يعتبروا عيالي اللي انا مخلفتهمش. بس المشكله ان كان جوزي بيغير عليا موت ابو عيالي كان بيغير عليا موت من اخوه، لان عارف ان احنا كنا متجوزين بعض عن حب وعشنا مع بعض 11 سنه، ورغم ان كان اخوه كان صعب في حقي بس كان برضو غير موت كده. ساعة ما كان يحس ان اخوه بيرن عليه او بيرن عليه في التليفون وهو في الحمام، كان يقول لي مين اللي بيرن؟ اقول له اخوك اللي بيرن. يقول لي اوعي تردي، لو ردتي هيبقى يومك اسود النهارده. وفضل بقى حصل بيننا وبين بعض غيره وشك وغيره جنونيه. واللي لاحظته ان طليقي بيحاول يتقرب من اخوه عشان يقطع علاقتي بجوزي ويخرب عليا. دايما كان بيتصل عليه، ودايما كان بيتصل عليه في اوقات متاخره، ودايما كان بيقول له انا هاجي لك البيت. وكان جوزي مولع جدا منه، كان دايما يقول لي اخويا ده لو جه هنا ما اشوفكش في الصاله ولا اشوفك تطلعي من اوضه النوم، الشاي انا اللي هعمله وهقدم له الواجب، والعيال بقدر المستطاع حاول ان انت ما تطلعهمش. فمره حصلت مشكله كبيره، طلب مني العيال يشوفهم، لقيته في يوم بيتصل عليا وبيقول لي نزلي لي عيال اخويا نفسي اشوفهم واقعد معاهم. قلت له ما اقدرش انزلهم، ابوهم غايب وهيحصل مشكله. قال لي انت بتحرميني من ولاد اخويا، ده هم في غلاوه ولادي، وانا يعني لو كنت خلفت كان زمان العيال دول عيالي. قلت له ما اقدرش اطلع لك العيال، انا جوزي لو حس ان انا نزلت لك العيال. وكان هو ساعتها طليقي ده في العربيه تحت قدام باب العماره اللي انا ساكنه فيها، وقلت له انا لو نزلت لك العيال صدقني هيحصل مجزره وجوزي مش هيعديها لي على خير، والنبي عشان خاطري بعد عني بلاش تخرب عليا، سيبني انا اعيش في امان، انا بقى معايا عيلين من اخوك وانا مش عايزه خراب بيوت. لما يبقى يجي يبقى اتصل على اخوك وقول له نزل لي العيال، هو مش هيكره، واعمل مع ولاد اخوك اللي انت عايزه، لكن انا طلعني من الموضوع عشان خاطر. قال لي والله لو ما نزلت العيال ما عدت اجي هنا ولا اكلمك، انت بتحرميني من عيال اخويا. المهم الشيطان ضعفني ولقيت نفسي مش عارفه اعمل ايه. قمت فعلا لبست الاسدال عليا، وقمت واخده البنت والولد التوأم على دراعي، وقمت نازله حطاهم له في العربيه وطلعت جري. يا خرابي اسود على اليوم ده، جوزي جه من الشغل بدري، هو كان اصلا شغال على عربيه دبابه، مندوب مبيعات بينقل شحن. جه للحظ بدري ما العربيه شوف عطلت منه ورجع بدري، لقى اخوه في الشارع ومعاه الجوز العيال في قلب العربيه وعمال يلعبهم وجايب لهم حقائق شوكولاتات. في اليوم ده هو شاف العيال مع اخوه في العربيه ولا قال له سلام عليكم ولا بين له ان هو شافه، بركن العربيه بعيد وقام طالع للعماره فوق، وهاتك يا ضرب وبهدله وليه ازاي تنزلي العيال؟ يبقى اخويا كان هنا، انتوا عملتوا مع بعض ايه اللي حصل بينك وبين اخويا؟ انت العيال نزلوا له ازاي؟ مين اللي نزلهم؟ انا مش قايل لك لا تحتكي بيه ولا تتكلمي معاه ولا تديله وش ولا العيال توري له العيال. انت قصده ان انت تعملي الحاجه اللي انا برفضها؟ ايه اللي بينك وبينه؟ انت رجعت للحب القديم وبدات الشك والغيره والنار يدخل قلبه كل يوم، مشاكل كل يوم، ضرب وبهدله بسبب اخوه. اقول له والله العظيم انا ما كنت راضيه انزلهم، وقعد يتحايل عليا وقال لي والله تحرم عليا ان انا اجي لكم هنا بعد كده، انت بتمنعيني من عيال اخويا. انا لبست والله الازدال قدامك اهو لسه على كرسي الانتريه، وخدت العيلان على ايدي ونزلتهم له يشوفهم. والله ما اتكلمت معاه، هو يقول لي لا انت شوفي انت بقى كنت مطلعاه فين وعملت ايه ونزلت العيال بروع عتب عشان الجيران يقولوا ده هي ايه ده العيال كانوا معاه في العربيه، ما حدش يشهد عليك ان انت دخلت الشقه. يا عمي يهديك يرضيك والله ما حصل، ما فيش فايده. المهم ضربني وخاصمني فيها اسبوع وينام في اوضه غير الاوضه وعكنن عليا.
جه بعدها اخوي يرن عليا ويقول لي ايه، انا قدام البيت تحت نازل لي عيال. قلت له بقول لك ايه، انت حد مصلاتك عليا تخرب عليا؟ اخوك المره اللي فاتت شافك وشاف العيال معاك، طلع بهدلني وضربني وقال لي انت ايه اللي بينك وبينه، انت رجعت للحب القديم وحاطط بيني وبينك الشك، ابعد عن حياتي وانا مش عايزك تخش بيتي تاني ولا تكلمني، وعايز تقطع اخوك اقطعه، وعايز تقابله قابله بعيد عني. انا مش ناقصه مشاكل ومش ناقصه خراب بيوت، انا معايا عيلين وانا اهلي مش حمل يربوا عيال حد. انت عايز تخرب عليا وتطلقني؟ انا اتجوزتك 11 سنه والنصيب انقطع، سيبني اعيش بقى، الله يسهل لك ويسهل لي. عيالي اللي بتحبهم دول وهيبقوا سبب خراب بيتي بلاش تشوفهم، وانا عايزاك تقرب من هنا. قال لي يعني كده؟ قلت له اه. قام قايل لي طيب انا وانتي والزمن طويل. المهم فوجئت بعدها بيوم عرف ان اخوه جاي من الشغل وتركبه، لقيته طالع على باب العماره وبيرن الجرس من غير ما يقول لاخوه. انا في الوقت ده بصيت للعين السحريه لقيته هو اللي بيرن الجرس، وقعد يرن عليه التليفون يقول لي افتحي الباب. قلت له انا مش فاتحه الباب، اخوك مش هنا وعمري ما انا مدخلاك في غيابه. على جي الجوز لقاه بيرن الجرس، ما اعرفش ايه اللي بيني وبينه، نزل عليا ضرب قدام اخوه ويقول لي ايوه بقى ده انتوا بتتقابلوا بقى من ورايا هنا وعاملين البيت مدهسه بقى ومخربه وانتوا خاربينها، وايه اللي بينكم وبين بعض. وقام رامي عليا يمين الطلاق قدام اخوه. لما رمى عليا يمين الطلاق قلت له والله العظيم رن عليا ما رضيت افتح له، شفته من عين السحريه اخوك متعمد يخرب عليا ويطلقني، انا من زمان بقول له بعيد عني وعن عيالي، والله ما اعرف ان هو جاي. قام قايل له روحي وانت طالق ومش عايزك في حياتي. وفعلا جوزي طلقني وخد مني العيال وراح بيهم بيت قرايبه، اداهم لاهله يربوهم ومنعني منهم منعا باتا. كل ما اطلب العيال يقول لي مالكيش عندي عيال. وغير كده كمان رافض تماما ان يرجعني لعصمته تاني ويرد اليمين ويقول لي انا ما عادش بيني وبينك حاجه، اللي كان بيني وبينك عيالي وعيالي خدتهم، ولا عايزه اعرفك، انت انسانه مش كويسه ومش محترمه، انت ما انت اتجوزتيني عشان اتجوزتيني بعد ما عشت مع اخويا 11 سنه، وهنا عليكي تسيبيه وهنا عليكي تاخديني، اللي تخون مره تخون 1000 مره. ولقيته عمال يبهدل فيا ويذل في كرامتي، ولقيته رافض تماما ان انا اشوف العيال. انا دلوقتي بقالي 8 شهور ما شفتش ولادي ولا اعرف عنهم اي حاجه، وكل ما ارن عليه يحذرني، وكل ما اجيب شريحه ارن عليه بيها يحذرني. لفت عليه الدنيا كلها ودخلت ناس كتير ان هو يخليني بس اشوف عيالي لو مره واحده حتى في الشهر، مانعني منعا باتا وصابني حاله نفسيه. ودلوقتي ما اناش عارفه اعمل ايه، لا قعدت باكل ولا اشرب ولا طايله سما ولا طايله ارض، وخسرت ولادي بسبب طليقي. انا رديت عليها وقلت لها انت فعلا انسانه مش كويسه ومش محترمه ان انت تتجوزي اخو جوزك، حتى لو كان بينك وبينه اعجاب. ازاي ان انت جوزك يبقى عايش وتطلقي منه وتتجوزي اخوه وتقطعي صله الرحم؟ اللي انت فيه ده عويل عليكي. هي دلوقتي بتقول لي اعمل ايه، انا محرومه من عيالي بقى له 8 شهور ومش عارفه اشوفهم. انا رديت عليها الرد ده، قلت لها انت انسانه مش كويسه يا جماعه، ما ينفعش واحده تتجوز اخو جوزها وهو عايش. هي بتبقى بس قدرا لو هو توفى ورحمه الله ممكن تتجوزه بيربي عيال اخوه لو هي عندها اقبال للجواز. لكن ازاي تقطع صله رحم وجوزها الاولاني على قيد الحياه وتحط الفتنه والمشاكل والحرب بين اخوات وتقطع صله الرحم؟ هي اختارت اختيار غلط. هي لو كانت اتجوزت واحد غريب كان احسن من اللي هي فيه دلوقتي. مش ذنب جوزها بقى ان غشها 11 سنه تقوم مصلحه الغلط بالغلط ان تتجوز اخوه. في الاول وفي الاخر خسرت ولادها وخسرت جوزها الاولاني وخسرت اخوه كمان، لان هي حطت النار في وسط حياتها. ما ينفعش تتجوز اخوه يعني سلفها طول ما جوزها عايش، ده بيسموه قطع صله الرحم، وقطع صله الرحم حرام. لكن لو كان جوزها توفى واتجوزت اخوه كان عادي، كان ممكن الامور بعد كده تمشي، لان مش هيبقى بينهم وبين بعض فتنه او غيره او كراهيه. هو جوزها شك فيها وغير وطلقها بسبب الشك والغيره، لان اخوه لسه على قيد الحياه، واللي بينهم وبين بعض 11 سنه عمر ما توقع ان هم محوه في يوم وليله. انت رد عليها في التعليقات، قول لها انت كده صح ان اتجوزتي اخو جوزك وهو على كده الحياه، ولا انت كده غلط. وما تنسوناش بعد الحلقه دي ان شاء الله تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس وتعليق حلو كده ليها من قلوبكم وشير كتير ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.